السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونحن الأمة المطالبة بأن تتساءل نحن أين اليوم؟ هذا نبيكم تركهم قوة في العالم، تركهم خير أمة أخرجت للناس. بنيتم الكليات والجامعات وبنيتم الطرقات وخرجتم علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء الطب وعلماء الحساب وعلماء البصريات، واكتشفتم للناس وعلمتم الناس، وبقي الإسلام 7 قرون وهو يقدم المعرفة والعلم للبشرية. أين علمكم ومعرفتكم يا مسلمين؟ اليوم المسلم يعيش في عصر من رأسه إلى رجله الكل من صنع غيره. هذا من صنع نيوزيلندا، وهذا من صنع النمسا، وهذا من صنع أمريكا، وهذه من صنع سويسرا، وحذائي من صنع إيطاليا، ولباسي صوف جاي من بريطانيا. لا نملك شيئا في حياتنا يا إخواني. ليش ترفعون أيديكم في الصلاة وتقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين؟ ينصركم على من؟ على من تنتصرون؟ ليش يكون النصر بالجهلة؟ 30% من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون. ما فيش جامعة في العالم نعتز بأنها جامعة تخرج العقول والإطارات التي تسير الدنيا. نحن هم لا نقرأ ولا يكتب. أنتم في يوم جمعة اليوم ويوم رأس السنة الميلادية، هل فيكم واحد قرأ كتابا؟ اسمحوا لي، لا نقرأ ولا نعلم زوجاتنا أن تقرأ ولا أبنائنا يقرؤون. العربي يقرأ 0.79 كتابا في السنة، 3-4 كتاب، والياباني يقرأ 80 كتابا في السنة. كيف أكون أنا مثل الياباني؟ كيف أكون أنا مثل الأمريكي الأصل الذي تعلم أن يقرأ وتعلم أن يخطط وتعلم أن يباشر حياته بالدقة، بينما نحن نعيش بالعشوائية. أمة تعيش بالعواطف. أنا أخاطب أبناء أمريكا، أنتم أمريكان وأنا أعتز بأن أخاطبكم. أنتم في دولة قامت على أساس التجربة، دولة قامت على أساس جمع المعلومة، الانتفاع بكل عنصر يأتي للبلد. الذين بنوا نيو جيرسي جاءوا من بريطانيا، من جيرسي مدينة المنسوجات، وجاءوا بنوا هنا جيرسي وبنوا إلى جانبها يورك وسموها نيو يورك نيو جيرسي، وجابوا مصانعهم، اقتبلتهم هذه الأرض. إلى جانب الهندي الأصلي جاء الإنجليزي وجاء الفرنسي وجاء الطلياني وجاء البولوني وجاء الألماني، وبنوا هذه الحضارة الهامة التي نعتز بها لأنها كسب للإنسانية. هذه الحضارة بنيت عن طريق المعرفة والعلم واكتساب الخبرة من الغير. أنا أعتز أنكم تأتون المسجد وأنتم أمريكان، لأن أعتبر أن لكم دورا في أن تصبحوا قادرين على بحث أمل جديد يكون نبراسا ومثالا للأمة النائمة التي تعيش بعيدا عنكم. المسلمون اليوم نيام، واليوم إذا لم يوجد فيها طبيب ومن مستوى اختصاص العالم الذي نشهده اليوم فإن الأمة تكون آثمة جميعها. والأمة إذا ليس فيها صانع صاروخ فالأمة جميعا آثمة، والأمة إذا ليس فيها صانع محمول تكون الأمة جميعا آثمة. اليوم نحن نعيش إثما كاملا ولا نتكلم عنه. اجعلوا من أنفسكم مواطنين كاملين في بلد لا يمنعكم قانونه من أن تكونوا مواطنين كاملين. هذا البلد يحترمكم ويحترم عقائدكم. مارسوا عقائدكم لكن مارسوا مواطنتكم. كونوا إيجابيين في هذا المجتمع، لا تكونوا عالة على الناس. لا يحق لكم أن تقولوا للناس نحن مسلمون خاملون.
غيرنا يصنع السياسة ونحن لا نصنعها، وغيرنا يصنع القرار ونحن لا نصنعه. وعندما يسبوننا ويشتموننا ويقولون فينا ما يقولون نبدأ نبكي ونبرأ منهم ونقول يا ناس احمونا منهم، إنهم يريدون أن يخرجونا من أرضهم، يريدون أن يلقونا بالتخوم ويطهروا أمريكا منا. ليش تقولون هكذا؟ لأنكم نسيتم أن تصنعوا القرار مع غيركم. أنتم في بلد المواطنة فيه هي المشاركة والفعل، وحق لكم أن تكونوا مواطنين كامل الحقوق، وأن تحترموا غيركم من الذي يخالفكم في الدين، في العقيدة، في التوجه السياسي، في الاختيارات، لأن المواطنة تجمع فسيفساء فيها ألوان متعددة، لكن كونوا لونا من الألوان وكونوا لونا بارزا مع الألوان. احفظ هذا البلد بمسلميه وغير مسلميه، ولا تذقهم شرا ولا تذقهم عداوة ولا تذقهم ضيما يا رب العالمين، وأمن أوطاننا وأوطان الناس أجمعين حتى لا نصاب بسوء يا رب العالمين. نحن لا نرضى الشر لأنفسنا ولا نرضى الشر لغيرنا. وفي الأخير لا تنسى مشاركة الفيديو قدر المستطاع واللايك إذا أحببت الفيديو. اشترك في القناة لتكون أول من يشاهد الفيديو القادم. اترك تعليقا يعبر عن رأيك. في رعاية الله.